مساء الفل عليكم ولايف جديد نتكلم على المباراة اليوم نص نهائي افريقيا بين النادي الاهلي ونادي الترجي. زي ما انا قلت جملة بدون اي انفاق، بدون اي مجاملة، بدون اي تطبيل، لان هو مش محتاج تطبيل، بدون اي نفخ، بدون اي تقليل، بدون اي شيء ممكن يحصل في المباراة ديت. النادي الاهلي بيكتسح بكل جدارة واستحقاق نادي الترجي بمن حضر. اي كلام النهارده عن نادي الترجي بيعاني من نتائج متذبذبه، نادي الترجي ما عندوش 10 لعيبه، نادي الترجي ما عندوش جمهور اسمه نادي الترجي، بدون اي تقليل. مفروض الفرق الكبيره زي النادي الاهلي وزي نادي الترجي وزي نادي صن داونز وزي نادي الرجاء بمن حضر. اي تقليل النهارده من النادي الاهلي استحاله يكون عندك عقل ويكون عندك منطق. الترجي اسمه ترجي، الترجي مكتسح افريقيا، ودايما في نص نهائي افريقيا على مدار السنين اللي فاتت. الترجي دايما مكتسح الدوري بتاعه على مدار السنين اللي فاتت، بغض النظر على اللي بيحصل الفتره ديت، لكن اسمه الترجي. سيبك من الترجي وسيبك من اي شيء، لان النادي الاهلي اللي انا شفته من زملكاوي هو ملوش علاقه بالظروف اللي قدامه. النادي الاهلي ليه بنفسه وبس، النادي الاهلي ليه خطته وليه ثباته، ملوش علاقه باي احداث. فريق راح فريق ما جاش، زي الزمالك واللي حصل الزمالك وبيراميدز. الفرقه بتستعد، الفرقه جاهزه، الفرقه كل شيء. هل هو النهارده النادي الاهلي التفت لاي حاجه بيحصل من الكلام ده؟ ما حصلش. النادي الاهلي مركز، النادي الاهلي مجهز خطته من قبل ما يطلع تونس، النادي الاهلي مثبت التشكيل، وده نجاح كولر السنه دي، ان التشكيل بتاعه بيلعب بيه قدام التخين، قدام اي حد بره او جوه، هو التشكيل ثابت. هو كلها وظائف فنيه بتحصل في الملعب، لكن اللعيبه اللي متفق عليها بيرسيتاو وكهربا اللعيبه اساسيه بالنسبه له، دول ما بيتغيروش. مروان، حمدي فتحي، اللعيبه دي ما بتتغيرش. اليو ديانج، خط الدفاع ما بين اصابه ياسر ابراهيم ومصطفى متولي، شناوي الجون، مفيش اي حاجه بيتغير في النادي الاهلي، فبالتالي المنافس بالنسبه له لا يعنيه. والنادي الاهلي اللي بيحصل السنه دي هو معجزه بكل المقاييس. واحد زملكاوي يقول لي يا عم كفايه تطبيل. يا عم والله العظيم انا ما بطبل، دي فرقه كانت خارج افريقيا اصلا، دي فرقه مش موجوده في افريقيا اصلا. هتقول لي يا عم الحظ معاهم، ده اطهر المطهر ده ضيع الكوره، هتقول لي ده الرجاء معرفش حصله شلل الرباعي، هتقول لي النهارده ان الترجي كل الفرقه مش موجوده. انا قلت لك ربك بيوفق وبيدي الحظ للمجتهد، وده اللي بيحصل. فرقه مالهاش علاقه بالاحداث، فرقه مجتهده، فرقه بتلعب بقوه، راجل مدير فني قوي 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 قوي. دايما هو حفظ لعيبته التكتيك بتاعه، حفظ لعيبته السياسه بتاعته، خلق لعيبه من اول وجديد. اللي شاف النهارده بيرسي تاو، هل ده بيرسي تاو اللي كل جماهير النادي الاهلي كانت بتطالب ان هو يمشي؟ لا. يعني معنى كده في بصمات مدير فني شغاله. هل اللياقه البدنيه في النادي الاهلي بتتاثر؟ لا. هل التشكيل حد بيتزمزم من اي حاجه من الدكه ويقول عايز يلعب والكلام ده؟ لا. هو الوحيد اللي خرج بره السياق ومش سامعين له صوت هو برونو سافيو، غير كده مفيش. يعني معنى كده نادي ماشي على نهج، نادي ماشي على نظام. مش مشكلته اللي ممكن يحصل، مش مشكلته ان الفرقه اللي قدامه بيحصل لها ظروف، دي مش مشكلته. يعني انت بكره لو اتفاجئت ان الوداد طلع سان داونز، مش مشكلته. محدش يسيب لي الكلام ده ويقلل اللي بيحصل للنادي الاهلي ان هو محظوظ. مفيش حظ بيفضل على مدار بطوله كامله. يعني على مدار بطوله كامله محظوظ؟ قطر ده يضيع الكوره والرجاء يعدوا منه والترجي يعدي منه والوداد يتشل ولا سان داونز يتشل؟ مفيش حد بيفضل على طول محظوظ. ممكن يبقى حظ في ماتش، لكن كل اللي تابع النادي الاهلي، نادي الاهلي بيقدم مستويات متميزه، في انسجام ما بين لعيبته، في كل شيء بيحصل صح، في كل شيء بيحصل صح. فعشان كده النجاح دايما معاهم والتوفيق معاهم والحظ معاهم. اي واحد زملكاوي هيطلع يتجنى على كلامي ويقول ان انا بحاول ارضي الاهلاويه، مفروض احنا اللي زينا ننكسف على دمنا. هل بروكسي اقوى من نادي الترجي؟ ما هو بروكسي مرمط الزمالك، بروكسي مرمط ومسخر الزمالك. انتوا شايفين لعيبه بروكسي اقوى من لعيبه الترجي؟ ملوش علاقه بالكلام ده. حقا الاهلي زي ما انا قلت ابطالها لحد ما افريقيا تبطلها،
هو ده الكلمه اللي تتقال صح. مش لحد ما بطل الاهلي مش هيشبع فوز، والاهلي مش هيشبع انتصارات، لان هو نادي مدمن انتصارات. اللي كل شاف النهارده المباراه، الجمهور حزين على الاهداف اللي ضاعت، الجمهور متضايق من الاهداف اللي ضاعت، طمعانين، جمهور طماع في فرقته وطماع في ريكورد. هم بيدوروا على ريكورد، هم خلاص مساله النهائي. انا قلت لكم من زمان نادي الاهلي النهائي بيفكر فيه من قبل كل المباريات دي، من ساعه لما صعد من دور المجموعات. كل اللي بيفكر فيه هو عايز صن داونز، هو عايز يجيب حق جمهوره اللي زعل منه في ماتش سان داونز. وانا على نفس الكلمه قلت الكلام ده بعد ماتش الترجي، بقول الكلام ده بعد ماتش الرجاء، وهقوله بعد ماتش النهائي قبل ماتش النهائي. الاهلي عايز حقه من سان داونز وبس، غير كده مش عايز اي حاجه تانية. نادي ادمن الفوز، نادي النهارده كل حكاياته انه مش عايز 3-0 بس، عايز 4-0 و5-0 تتحسب ريكورد انه قدر يغلب الترجي في ملعبه 5-0 و6-0. محدش هيفتكر كان بدون جمهور، محدش هيفتكر ان الجون الاساسي مش موجود، محدش هيفتكر ان في 10 لعيبه اسمه النادي الترجي. يعني الاهلي لو لا قدر الله خسر هنا او الزمالك خسر هنا، هو اسمه نادي الزمالك. مفيش ظروف، مفيش احداث، لكن هو فعلا النادي الاهلي مدمن افريقيا. نادي، هل هو اللي بيحصل فيه ده من الحظ؟ لا. لو من الحظ على مدار 4 سنين محظوظ، على مدار 4 سنين النادي الاهلي محظوظ. تخيل عزيزي المستمع او عزيزي الزملكاوي اللي شايفني بطبل للنادي الاهلي، نادي الاهلي 4 سنين متتالي هو في نهائي افريقيا، مش 4 سنين في دور المجموعات، مش 4 سنين بيشارك في افريقيا، مش 4 سنين بيوصل دور ال8، 4 سنين بيوصل الفاينل. انت مدرك؟ انت يعني عاقل؟ هو مش محتاج اطبل له، هو مش محتاج اقول له اي شيء، هو مش محتاج المعه، هو لامع لوحده. هو انا اصلا لو ما اتكلمتش عليه ولا فارق معاه، هو اصلا لو زملكاوي شكر في النادي الاهلي ولا فارق معاه، يكفي عنده جمهوره اللي هو يهمه بس. لكن انا بقول للناس اللي بتحاول تقلل من الاهلي، الناس اللي شايفه ان النادي الاهلي محظوظ، الناس اللي شايفه النادي الاهلي ماشيه الدنيا معاه، مفيش حاجه اسمها ماشيه الدنيا معاه. النادي الاهلي هو لو بيوصل، هو بيوصل فعلا لانه يستحق ديت عن جداره وعن استحقاق. ولا هو هيفرق معاه ان زملكاوي يشكر فيه، ولا هيعلى منه ولا هيقل منه. هم اقوى سوشيال ميديا موجوده على الساحه في الشرق الاوسط كله بدون اي استثناء. خش اي تصويت كده من جمهور النادي الاهلي واي حد، هم هيكتسبوا الموضوع ده. يعني مش محتاجين حد يلمعهم، مش محتاجين حد يشكرهم. وهل انا دلوقتي اللي انا بقوله كده ان انا بعلي المنافس؟ المنافس عالي اصلا لوحده، المنافس عالي جدا على افريقيا وعلى كل اللي موجودين في افريقيا، حتى على بتوع اسيا هو عالي عليهم. محدش ننسى الهلال السعودي لما الاهلي رزعه في كاس عالم الانديه، يعني هو عالي لوحده، هو مش محتاج حد يعليه. يمكن بس نفهم، يمكن حالنا يتصلح، يمكن لو احنا اخلصنا النيه وبقى نيتنا صافيه حالنا يتعدل. بلاش نكون عينه من مرتضى منصور واللي عمله في نادي الزمالك ونظريه المؤامره اللي احنا ما عرفناش غير على ايديه. هو ده اللي وصلنا ان عايزين اي حد نفشله زينا. من حق الجمهور النادي يفخر بفرقته ويشكر في فرقته. نادي الاهلي يمتلك جمهور في صله بينهم هما الاثنين. ما سالتش واحد اهلاوي، انا دايما بسال اي واحد قبل المباراه متوقع ايه المباراه، الكل اجمع هنفوز 2-0، هنفوز 3-0. هو مش بيفكر ان الترجي عنده غيابات، مش بيفكر ان الترجي ما عندوش جمهور، هو مش بيفكر في الكلام ده. هو عارف ان هو قادر على اي حد، قادر على التخين اللي موجود في افريقيا. هو شايف ان هو اقوى واحد على الساحه في الوقت الحالي. هل هو ده النادي الاهلي بتاع دور المجموعات اللي صعد بالعافيه؟ دايما الزملكاوي بيقول لك كده، يا عم ده صعد بالعافيه، يا عم انت فاكر السنه اللي فاتت ماتش الهلال السوداني والماتش ده الهلال السوداني، هم الفرق الكبيره كده. النادي الاهلي بدون اي مجامله، بدون اي تطبيق، زيه زي ريال مدريد قولا وفعلا، بدون اي تطبيق. الواحد يقول لي يا عم كفايه قرف بقى، انت قرفتنا، انت كل شويه تطبل الاهلاويه، يا عم انت هتروح من ربنا فين، انت عيل ضميرك ما مش عارف ايه. هو ده الحقيقه. ريال مدريد لو كل فرق اوروبا كلها جامده وماسكه الدنيا، ريال مدريد لو بنص رجل بيعدي وبيوصل لحد النهائي، وربنا يستر عليه في ماتش سيتي اللي جاي. لكن هي دي الحقيقه فعلا. والنادي الاهلي حتى لو بدا متذبذب في دور المجموعات وبيبقى سيء في دور المجموعات، هو كل الكلام ده بالنسبه له رقش. حطه بقى في الماتشات المصريه، حطه في الماتشات اللي رايح وجاي، دايما بيوصل، دايما نهائي، 4 سنين نهائي. حتى كولر فهم اللعبه، اثبت مليون في الميه
ان العين اللي بتختار في النادي الاهلي عين بنت لذينه، عين معلمين، بدون صيد، بدون كلام، بدون ما حد ينسب هو مين اللي جابه. هل حد سمع عن كولر مين اللي جابه؟ لا. هل حد سمع عن اي لعيب من اللي بيحصل ده مين رشحه ولا مين ده؟ لا. هي منظومه، بس منظومه النادي الاهلي منظومه ناجحه، والكل اللي تحتيه بينسب النجاح لاسم النادي الاهلي. فبالتالي دي صفات الفرق الكبيره. كولر محدش جابه هو. دايما عندنا احنا، انا ليه دايما بكون بتكلم في النقط ديت وبتكلم فيها يعني ممكن بتكلم كلام بحس ان انا بشكر قوي في النادي الاهلي، وناس كتير بتفهم ان انا بجامل النادي الاهلي. لا يا بيه، ده عشان النقص اللي عندنا. احنا عندنا لو احنا عندنا حد من الباشوات بتوعنا، امير بيه سافر وصرف من جيبه وجاب تشيكلس من جيبه واتغدى من جيبه وقعد بالفندق من جيبه وعمل من جيبه وحرم عياله وحرم مراته، وطفحنا امير واللي جاب امير وقصه امير. انا مالي يا عم بالكلام ده؟ هو انت يا ابني مش منظومه؟ هي مش اسمه نادي الزمالك؟ ولا هي اشخاص؟ هي اسمه النادي الاهلي، اسمه نادي الزمالك. فبالتالي اي نجاحات بتحصل لا ما عرفنا مين كولر جابه ولا لعيب جابه، هو بس اداره النادي الاهلي، اداره الكره في النادي الاهلي، اي حاجه النادي الاهلي. لكن ما بينسبوش اي حاجه. عشان كده ربك مبارك، ربك مسهل، ربك ماشي الدنيا معاهم. قول زي ما انت عايز تقول، لكن هو فعلا هي دي الحقيقه. هي دي اللي ينكرها اعمى، اللي ينكرها اعمى، واللي يتكلم فيها مش بيطبل. انا مش محتاج اطبل للنادي الاهلي. هطبل له امتى؟ هطبل له مره واثنين وثلاثه؟ يا جدع ده متصدر الدوري المصري بتاعك بدون ما يلعب، عنده 5 ماتشات ومتصدر، هو مكتسح كل شيء السنه دي، هو ماشي على نهج صح، وامتلك مدير فني شاطر خد له وقته في افريقيا في دور المجموعات عشان يعرف افريقيا دي بتتلعب ازاي. والله اكبر، كمل. موسيماني كان مدير فني ناجح وكان مالك افريقيا، ما اقدرش انكر حاجه زي كده. لكن كل اللي بيجي في النادي الاهلي بينجح، بيمتلك اداره ناجحه، منظومه ناجحه، بتختار لعيبه ناجحه، بتختار مدير فني ناجحه مناسب للمدرسه بتاعتهم، مناسب للكره بتاعتهم. والشخص اللي بيحس ان هو مش مناسب للمدرسه بتاعتهم ما بينتظروش. زي سوارش اللي جابوه المره اللي فاتت، سوارش قعد 6 شهور ومشوه وخلاص، قال لك ده غير مناسب للطموحات بتاعتنا. فبالتالي نادي ناجح بكل المقاييس، لا محتاج حظوظ ولا محتاج تطبيل ولا محتاج اي شيء. لازم كل اهلاوي يفخر بفرقته، ينبسط بفرقته، حتى لما بيهاجم فرقته بيكون موجود في نهائي افريقيا بجداره واستحقاق. انا زملكاوي اللي بقول الكلام ده عن النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي يستحق اكتر من كده بكتير قوي قوي قوي. لما فرقه متمرسه وفرقه ملك افريقيا دي يعني الباب كله، كل الفطاحله تحطه في المعترك الافريقي ويبقى ناجح على مدار 4 سنين، لازم كلنا نرفع له القبعه ونقول له انت فعلا سيد افريقيا وبعبع افريقيا بلا اي مجامله، بلا اي شيء. الدور بقى على الخايبين اللي زينا، اللي من ساعه 2002 وانا كنت في المدرجات وحضرت المباراه المشؤومه بتاعه الرجاء، ومن ساعتها لا عارفين نوصل ناخد افريقيا ولا عارفين نهابب باي شيء. ولما بنوصل نهائي افريقيا بنعلق نور في مصر كلها ان احنا وصلنا افريقيا، وريتنا حتى ما بناخدوش. اشحال احنا لما بنوصل نهائي افريقيا ولا كونفدراليه بنقعد نغني ونطبل ونعمل وكده. هم بقى لما بيوصلوا 4 سنين في نهائي افريقيا، مش عايز واحد زملكاوي العبد الفقير يطلع يطبل لهم، لا هو محتاج يطبل لهم اصلا، ومحتاج يتسنى عليهم، ومحتاج انك تبص لهم، ومحتاج تقول ان هم فعلا منظومه ناجحه، ومحتاج تبص لهم وتقول نفسي ان انا اكون زيهم ونفسي اقلدهم. 5 وخمسة من عينيا، وبسم الله ما شاء الله من عيني انا قبل اي حد، عشان ما حدش يفهم ان انا بحسدهم. انا لا بحسدهم ولا شيء، بالعكس والله العظيم، والله العظيم النادي الوحيد نادي الاهلي، وانا زملكاوي ومدمن زمالك ومجنون زمالك، لكن النادي الاهلي اللي بيخليك النهارده بتتفرج على نص نهائي افريقيا. تخيل لو النادي الاهلي ده كمان مش موجود معاك النهارده ومش موجود، هل احنا كنا هنتابع؟ محدش كان هيتابع. انا واحد زي مجنون، انا اتابع اي ماتش يكون شغال، اي ماتش يكون شغال اتابعه. ماتشات بتاع كاس مصر الفيوتشر وطلائع الاسطول بتفرج، انا اي حاجه ماتشات كوره بتفرج. لكن هل انت كنت تتابع النهارده الكافيهات كلها مجتمع النهارده
وكل شايف وكل بيتابع النهارده مباراه نهائي نص نهائي افريقيا. هل هتلاقي بكره حد بكره بيتابع مباراه الوداد وصن داونز؟ الكل بيتابع. النادي الاهلي هو الوحيد اللي موصلك في نهايه كل بطوله، بيخليك بتشوف البطوله من اولها لحد اخرها، لا محتاج تجميل ولا محتاج تطبيل ولا محتاج اي شيء. مبروك للنادي الاهلي، يستحق ان يكون في نهائي افريقيا بجداره باستحقاق. يمتلك 11 لعيبه رجاله بمعنى الكلمه. محدش سأل نفسه السؤال. كهربا النهارده بعد ما كهربا رجع من الايقاف بتاعه، كلنا شايف مستويات كهربا دايما في تصاعد من اول لما بدأ اول مباراه وهو بيهدف ودايما مؤثر. ده بيديك رساله واحده مش تسمعها غير من واحد عنده ضمير. اللهم لك الحمد، اعوذ بالله من كلمه انا واحد منهم. ان المدير الفني بتاع النادي الاهلي والجهاز الفني الكامل بتاع النادي الاهلي كانوا بيدربوا الجاهز ولا مش جاهز، اللي يلعب واللي ما يلعبش، بنفس الضمير بنفس كل شيء. يعني الناس دي خدت لعيبه القايمه كلها وبيدربوهم بنفس المستوى بنفس كل شيء. يعني معنى كده ان الجهاز الفني بيراعي اكل عيشه وبيدرب وبيعمل كل شيء. عشان كده تلاقي النادي الاهلي النهارده 11 لعيب اللي فهموا الملعب بتاع كولر، الدماغ بتاعت كولر، السياسه بتاعت كولر، وبيطبقوا على ارض الواقع. بيلعب بالتشكيل ده في اي حد بره جوه، قوي ضعيف، هم التشكيل ثابت. كل اللي بيغير فيهم بس الوظائف الفنيه، لكن هم دول التشكيل الجاهز اللي سمات الفرق الكبيره دايما في 11 اساسيين. تخيل بقى اللي بينزلوا افرس منهم واقوى منهم وجاهزين، اللي هم ممكن يبداوا اساسيين وهيخشوا وهم اللي بيحمسوا اللعيبه الثانيه. تخيل لما احمد عبد القادر يكون بره، محمد شريف بره، طاهر بره، خالد عبد الفتاح بره، السوليه مصاب بره، فاقدين كريم فؤاد، اكرم توفيق، لطفي، شوبير، فرقه كامله. ممكن يكون نسيت حد، كاملين. هم دول اي حد منهم مفيش حاجه هتتاثر، مفيش حاجه هتحصل. فدي بالتالي سمات الفرقه الناجحه مش المحظوظه. فبالتالي النادي الاهلي يستحق ان يكون في نهائي افريقيا للرابع سنه على التوالي. واتمنى والله العظيم ان حق النادي الاهلي يجي من صن داونز، لان بدون اي نفاق اللي حصل من اهانه لصن داونز وان يغلب الاهلي 5 مهينه قوي في حقنا احنا، في حقنا كمصريين. الفرقه من جنوب افريقيا ان هي تغلب النادي الاهلي 5 تقيله قوي وكتيره قوي وتقلل مننا قوي. احنا كفايه ان السنغال ممسخرانا في كل الانديه في كل المنتخبات بجميع الاعمار، فبالتالي هم كسروا عينينا. ده اللي حصل، ده الحقيقه. مش هيبقى كمان السنغال وجنوب افريقيا. فبالتالي كفايه حقد، كفايه عشان ربنا يبارك لنا. يمكن لو بعض الزملكاويه، في اهلاويه حاقدين وفي زملكاويه، ما قلتش ان الزملكاويه بس اللي حاقدين، لكن في كده وفي كده، في ناس وحشه وفي ناس حلوه. يمكن كفايه الحقد دوت لما يبعد عننا يمكن حالنا يتصلح. يمكن بعد عصر نهايه مرتضى منصور اللي اتمنى ان ينتهي على خير بلا رجعه، حالنا يتصلح ونلاقي السنه الجايه ولا السنه اللي بعديها لما الزمالك يقف على رجليه منظومه محترفه ومنظومه شاطره، ونلاقي الاهلي والزمالك بينافسوا على افريقيا، ان هم اكبر فرقتين موجودين في افريقيا. اللي يرفض واللي يوافق. لكن فعلا اتمنى النادي الاهلي ان شاء الله في النهائي ويقابل صن داونز وياخد افريقيا من صن داونز، ونحصل من حق اي اهلاوي يخرس اي حد واي حد بيشجع ان قدر يوصل النهائي ان شاء الله، وصل وياخد البطوله من صن داونز اللي هي اقوى فرقه بجانب النادي الاهلي في افريقيا، لكن هي فرق اوروبيه فعلا. ماتش صعب جدا، وانا مش بسبق الاحداث ولا محتاج تحفيل. لو لا قدر الله حصل الاهلي ما توفقش في نهائي افريقيا، وان شاء الله ما يحصلش، ما تطلعش تحفل عليه لانه مش محتاج تحفيل، لان النادي الاهلي هو اقوى فرقه موجوده على الساحه بجانب صن داونز، وصن داونز فرقه اوروبيه مش فرقه افريقيه. اتمنى نخلص بس ماتش الترجي، والماتش الثاني في ماتش بتاع صن داونز هيبقى حرب كبير. ومين عالم ممكن الوداد مع المدير الفني الجديد يطلع صن داونز، والنهائي الاهلي والوداد، والاهلي ياخد طار من فرقه خدت افريقيا السنه اللي فاتت اونطه بعد تلاعب اللي حصل، وخلوا النهائي هناك في الملعب، وكانت الفيلم كان موجود من اتحاد الكره، قصه كبيره احنا عارفينها. مبروك لكل اهلاوي يفخر بفرقتك، ويا زملكاوي كفايه حقد كفايه غل. لا بلمع للاهلي، لا بطبل للاهلي، لا بغني للاهلي. الاهلي اصلا هو اللي بيغني علينا كلنا بنتائجه واسلوبه وطريقته اللي سمع العالم كله. الاهلي في السنه المره الرابعه على التوالي 4 سنين في نهائي افريقيا. هل ده نادي محتاج تطبيل؟ اشك. خلي عندكم ضمير، لو 1% هترتاح وتريح كل اللي حواليك.
طولت عليكم، لكن من حق ان انا اثني على فرقه بتشرف افريقيا بجداره واستحقاق، ومش مستكفيه بثلاث اجوال، لا ده طماعه كمان في الرابع والخامس، لولا رعونه بعض اللعيبه ان هي عايزه تلمع نفسها عشان تكون موجوده في التشكيله الاساسيه. انا زملكاوي وبعشق الزمالك، ما بحبش حد غير الزمالك، لكن الضمير شويه بينقح عليا، هو اللي بيخليني اقول اللي بيمنع عليا ضميره، ولا ببص لاي لا ارضي اهلاوي ولا ارضي زملكاوي. تصبحوا على خير، ومبروك للنادي الاهلي، ومن نجاح لنجاح يا رب، ونتقابل بكره في معاناه، في طفح الهم، في الزعيق، في القرف مع مباراه الزمالك والاسماعيلي. دايما ببقى رايق وهادي مع النادي الاهلي وانا بحلله، ومع نادي الزمالك ربنا ما يوريك. تصبحوا على خير.